ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحذرون. عسلامة، أهلا البنات، شنحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بالخير يا ربي وانتم تشاهدوا الفيديو متاع اليوم. نصليو على النبي مع بعضنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما شفتوا معناها كما قاعدين تعيشوا ديجا طقس بارد على الاخر، فماش شميسه بالكل. بسم الله ما شاء الله، مطر قويه برشا. الحمد لله على كل حال. احنا اليوم اقل شويه دقيقه المطر، كلي تصب شويه وتقص تصب شويه وتقص. ديجا انا خرجت نقضي على طول الوقت وانا نقضي، ما نخرجش تقريبا مع نص نهار. شنو ما صبتش معناها على طول وانا قاعده نقضي في الشارع، ما صبتش المطر بالكل. اما شنو قلت لكم معناها تصب وتقص تصب وتقص، والشمس ما فماش. تو انا عندي دبش شهور في البيت هذيا، ما حابش يشيح، قاعد مبلول من اول الجمعه باش نعاود نغسلو. ديجا ما شيحش، انت جمعه كامله ملوح مبلول، لازم نعاود نغسلو. نستنى جوست هكا الطقس يعاود يركح شويه. وشني اخر شفت توا كنت تفرج في الفيديو مرأة من المكنين مسكينه، تهم عليها الماء للدار، حسيلو ما بقالها شيء معناها لاباس. قالت لك الماء وصل للموقيله نتاع الضو لين صوتيت، دبشها عندها غساله، قالت لك كيف تعبيت بالماء. هما نجيو بالسيف معناها، بقات هي شاده في عندها حبل نتاع شريطه في وسط الدار، بقات شاده فيه باش تنجم تتنقل للدوج وتطلع للسطح. ولدها حمل اخته وخرج من الشباك وطلع هكا على الحيط. اخته الاخرى كيف حاسيلو الحمد لله وشكر لله بالحق معناها قوة ربي عظيمة. ديما واحد يقول تونس كتصير معناها فيضانات وتصير معناها امطار كبيرة والكل، اما تحس اللي تونس ديما ربي ساطرها وديما ربي معانا، معناها تحسنا ديما محميين. المرة هذيا خاصة نابل، وبصراحة باش نمر البحر نابل كيفاش هايج تسونامي. انا كنت نشوف الفيديو بصراحة تسونامي، موج عالي على الاخر يدهم معناها على الموجة هذيك تتسيب من البحر وتمشي معناها على الكياسات وعلى الديار وكل شيء. قوة ربي عظيمة الحمد لله وشكر لله. نتمنى انه تكون ما فماش خسائر بشرية، خاصة شفتك المرأة الكبيرة مسكينة غارقة في الماء، سخفتني زيادة على الاخر بالحق. هما البارح قالوا 3 واليوم ولو 4 موتى، هذه حسب اخر اخبار سمعتها. ان شاء الله ربي يرحمهم. هو يقول لك معناه يموت غارق وكانه معناه شهيد. ان شاء الله ربي يرحمهم وان شاء الله ربي معانا. الحمد لله والشكر لله. كما قلت لكم خرجت نقدي باش نوريكم هكا شويه قضيات شني خديت. اليوم البنات خرجت نقدي دجاج ب 9500 زايد معناها زاد دينار في الكيلو. ديجا ما فماش كونتيتي ما فماش ديجا كونتيتي كبيره. خديت دجاجه والخضار كي نوريكم الخضره اللي شريتها تضحك بالحق. اول مره نشري خضره هكايا. شوفوا البطاطا، شوفوا كاع البطاطا كيفاش كبيره على الاخر. وليه ما بقيت نفرز برشا. البطاطا الموجوده في الخضار اكبر من هذه على هكا كعبه البطاطا بسم الله ما شاء الله. اما هذيك ما نجمش نشريها معناها كي باش تستعمل شطرها ولا ربوحها ما نجمش معناها ما تخدمكش في الكوجينه وكل. اما ما فماش خضره الحقيقه معناها. يقال لك في المطار برشا مطار ما نجمناش نمشي ونجيبوا الخضره، خاصه يحكيو على مطار البارحه. اليوم ريت هكا شويه كمين يهبطوا في السلعه، اما وقت اللي مشيت انا نص نهار الخضره ما فماش. ديجا الخضار معبي مش نورمال وما فماش حاجه كبيره. الطماطم ما نجمش ناخذ منها، ديجا عندي كعبيد وما نجمش ناخذ منها. الخس ما فماش. باش نقول لكم اخر في بالي مانيش ناخذ قضيه السلطه، ما فماش خس. سفنيريا ب 2200 حاطيلو شوف مش لك الكل ب 2200 سفنيريا. الفلفل خديت جرينات، الفلفل صومو ذاك هو 3600 عادي. الفلفل معناها باهي ب 3600 ذاك هو. وكهو معناها الخضره ما كثرتش. هذاك هو قلت لكم الخضار بالصف معناها قالوا ما فماش خضره والكل. الخضار بالصف وانا نطر وكل خفت لنزيد نهبط اللوطه، خاطر فما خضاره اللوطه والكل. خفت لنزيد نهبط
ومعايا مهدي معناه خفت لا تصب علينا المطر. راجلي كان مشي يروح وقت الفطور بعد قال لي راه تجبد بحذانا ما نجمش نروح. قلت له اقعد مش لازم. قال لي شوف اعمل اي حاجه ولا تو ناخذ ساندويتشات في العشاء. خزرت من اخترت من قلت انا حتى معناه اليوم ما روحش به وغدوه باش نعمل الاثنين قضيه. وليت عفست على قلبي وخرجت انا بالحق معناه وليت خرجت انا كهو معناه قلت لازمني نخرج ونشري شويه حاجات باش نلقى من طيب. خديت شويه الخضره بطاطا وفلفل وسفناريه ما كثرتش. البطاطا ب 18 سفناريه ب 2200 والفلفل 3600. اما خديت شويه معناها مش كيلو من كل حاجه. الدجاج قلت لكم خديت الدجاجه خديت حرشين عظم زاده عظم خشينه باهيه ب 1250 زاده خشينه باهيه العزيزه. وبعد راني درت وبعد ما خديت الخضره وكل هبطت اللوطه وكملت ندور مشيت العزيزه وكملت قضيتي الكل والحمد لله ما صبتش المطر. خديت الحليب خديت 4 باكوات. قلت الجمعه ياكل بتوفه مش لازم ناخذ ستيكه خليتها ناخذ معنا الجمعه جايه ستيكه. خديت زاده تاع الفارماسي خديت فيزيول المهدي. اليوم حليت شكاره فيزيول جديده اما ما عنديش زريقه نحيت لها البلاستيك الفوقاني وديريكتوم صبيت صبيت في الزريقه حسيل وركحتها هكا شديتها لفوق هكا باش ما تتكبش وركحتها في بيت النوم. سمعت حاجه طاحت ما عطيتهاش اهميه قبيلي الشكاره طاحت جيت نطلع على الزربين تاع بيت النوم كلها ماء نلقاها كلها ماء زربيه والشكاره الكل فرغت. وانا الحقيقه ما نعرفش نقعد بالفيزيو والحمد لله عطاتني معناها الفارماسي شكاره باهي. خديت حكه طماطم سيكان ما عادش عندي زوز طماطم ما عادش فيها برشا. خديت مره واحده ماني قضيه من عزيزه قلت مره واحده فهمتوا. خديت كسكسي قلت لازم ماني خرج مع شويه كسكسي. خديت سميد خديت 2 كيلو سميد عرفت بعدين تاع خبز ولا تاع مليبي لازم سميد. خديت جبن هذا 200 غرام جبن حلو وخديت 100 غرام موتزاريلا خاطر اليوم باش نعمل ان شاء الله وحده مقرونه صوص بلانش خاطر خرجت والحقيقه كي نخرج انا ما عادش نحب نروح ونطيب نحب حاجه ساهله قلت نعمل مقرونه صوص بلانش. ديجا الدجاجه طنحي منها سكالوب ونعملوا في صوص بلانش. خديت حكه كريم فريش كما قلت لكم المقرونه وغدوه ان شاء الله يمكن غدوه الاكثرين نعمل ساندويتشات في العشاء. خديت هذه عملنا فيها عزيزه برومو ب 900. وخديت باكو قهوه هذه 11050 باكو قهوه ما عادش عندي برشا قهوه. وخديت المقرونه هزها مهدي تو يلعب بيها. وخديت 100 غرام فاريون فوق شويه 100 غرام فاريون قلت نعمل شي لوبيا ولا حاجه نبدا عندي الفاريون اللي قضيه البنات اللي خرجت خديتها تويكا هكا قاعده نسخن في الحليب باش نعمل ان شاء الله باش نعمل قهوه وباش نغسل عندي شويه معون باش نغسلهم وباش نطيب المقرونه. اقعدوا معايا وقولوا لي بالله قولوا لي شنو احوال الطقس عندكم. انا توا معناها تخلي كومونتير قلت لكم تخلي توا كومونتير من عند مريم قدوده ديما معناها تكتب لي في لي كومونتير من اول ما حليت القناه نتاعي. توا بعثت لي كومونتير قالت لي راهو انا من المستير ودهم علينا الماء تخلي لهم الماء للدار ان شاء الله هذاك حد الباس وان شاء الله تكون نتوما لاباس وان شاء الله ما فماش خسائر معناها خاطر حسب ما قلت لكم شفت فما دي فيديو معناها الماء بالحق دخل الديار دخل معناها فما خسائر دبش الالكترو وكل شيء معناها ذر فهمتوني. ان شاء الله معناها نتوما تكون حاله خفيفه معناها دوب هكا تخلي شويه وكا وان شاء الله ما تكونش فما خسائر وان شاء الله نتوما زيد تكونوا لاباس. بالطبيعه معناها قوه ربي عظيمه الحمد لله والشكر لله. ان شاء الله ربي يرحمنا برحمته وكما تشوفوا بالحق معناها تحس هكا تسونامي وانديغي بالحق والله العظيم كيفاش البحورات هايجه والموج عالي. الحمد لله والشكر لله. ان شاء الله ربي يرحمنا كما قلت وان شاء الله ربي كل ما يعطينا يعطيهولنا باللطف. حسيلو جيت لنا البنات باش نخبي القضيه غاديك القهوه هذيك بنينه بنات كوردور من عند عزيزه ب 11500 بنينه الحقيقه مطعمها بنين
ناخو كيكه واحده تشدني نورمالمون، تشدني شهر كامل، خاطر انا راجلي يحب هذه القهوه انستونتاني، وانا نحب كافي فلتر الاكثريه نعمل بالكافيتير. مازلت ما خديتش انا كافيتير اليوم مثلا، فطرت بهذيا، فطرت بالكافي انستونتاني، حتى كشتي ناخذ الكافي فلتر قهوه. انا كل حاجه ناخذها من بلاصه، عرفتوا؟ فهذه علمتها لي يومي، ما تشريش كل شيء من بلاصه واحده، لا كل حاجه من عند شكون تشريها، كهو كل واحد ورزقه يناديلو كما يقولوها. باهي عملت لنا قهوه، حسيت راسي وجعني اليوم، ما فطرتش بالكدا فطور الصباح في الفيديو هذيا. عملت هكي قد ما طابونه، حطيت فيها شويه شاميه وشويه زيتونه، قهوه ولا قهوه ولا حتى شيء هكيك، ما ظهرليش باش نعمل قهوه، ما فهمتش علاش. وفي نص نهار قلت لكم خرجت نقضي مع نص نهار بالضبط، دونك ما فطرنيش في نص نهار، مشيت قضيت، بعد ما قضيت روحت فطرنا. عندي محمصه البارحه، عملت جيري، عملت محمصه وعملت شويه دجاج في الفور، ما صورتش معاكم الحقيقه البارح كما شفتوني ديجا البارح ما هبطتش، اما راني عملت عملت فطور، عملت محمصه وعملت دجاج في الفور وكاو. بقات لي شويه محمصه سخناها فطرنا منها انا ومهدوش وكاو. وبعد كي قلت بطبيعتي في العشاء باش نعمل حاجه سهله، خاطر خرجت نقدي، انا كي نخرج نقدي راني ندور كيما قلت لكم، كل حاجه ما عندش شكون نشريها، مش من نفس البلاصه هكي، نحب كل حاجه منين نشريها، منها ندور، منها نشوف الاسواق، منها نشوف العباد، منها نتحرك، فهمتوا؟ من جميع ما معناها الدوره تجيك، معناها تدور وتقضي وتشوف تشوف العباد، وفي نفس الوقت هكا واحد معناه يقضي من بلاصه يحب عليها وبسوم مناسب هكا. هاو لهنا البنات كما قلت لكم نحط نخبي في القضيه في الجدار بريسك فارغه، قلت لكم معناها القضيه كله فات لي محسوب. خرجت قضيت لي لازمني، معناها قلت في الويكاند نكمل حاجات الاخرين. البطاطا البنات كعبشين بطاطا جاوني فوق الكيلو، كيلو ونص محسوب. تصوروا انتم كعبشين بطاطا كبار مع الاخر. رجلي قال لي تو كيفاه هذيك تقصها وترجعها في الفريجيدير ما تتهلكش. لا غالب الحق، لا غالب ديك اللي لقيت. لان البيت عندي طيبت كعبه كيك لفطور الصباح، حطيتها في حكه، حطيتها في ساشي، قصيتها مرسوات وحطيتها في ساشي وحطيتها في الحكه هذيا هكيك. ما تشيحش وتقعد جديده، حتى تقعد 3 ايام تقعد لابس عليه. كما تعرفوا لي كيك واليويو والحاجات هذه فيسا ما يفسدوا، فيسا ما يشيحوا. دونك واحد شنو يعمل؟ يحاول يخبيها بالكدا. عندي الحكه هذيك نتاع كرياتين تاع راجلي، قلت له ما تلوحيش، حشي له كمل استهلكها. ومن بعد خديتها غسلتها، نحيت لها البلاستيك البرانيه وليت نخبي فيها. تحفظ الحاجه مش نورمال. المره الاخرى خبيت فيها اليويو قعد جديد، المره هذه كعبه الكيك بالحق تقعد جديده مش نورمال. وبالنسبه للكيك البنات انا ما نحبوش برشا الكيك. لقيت كيف ندهنو هكيه من الفوق بالشوكولا يجيني بنين على الاخر، عرفتوا؟ تبدا كعبه الكيك هكيك معناها تاخذ ترونش تاع كيك وتحط فوق الشوكولاته يولي بنين، يعطيه جو بنين على الاخر. تنجموا تقولوا لي معناها يبدا ماهوش صحي برشا على خاطر فيه الشوكولاته وكل، اما ابا حاجه تنجم تعديها فطور الصباح، حتى معناها على بيبي على مهدي والكل حاجه ينجم يعديها هكا. هاو كما تشوفوا لهنا عندي شويه معون، شويه باش نرجعوا المعون المسخ باش ننظموا على جنب ونغسلوا. انا راني هيك كما نجم نطيب ونركح اموري الا ما نغسل المعون وننظم الكوجينه. لا غالب نجمش الكوجينه تبدا حايسه والمعون مسخ وكل، وانا نطيب حاجه ما نجمهاش سبحان الله. باهي غاديكا باكل حليب قصيت له الفوقاني نتاعو باش نحط فيه الوسخ حشيكم تاع الدجاج هكا. هاو كيما تشوفوا لهنا باش نرجع المعون الكل هذه استقطر. اليوم البنات صبحه الشميسه ديجا الميتيو هكا طلعت لي في التليفون. اليوم ما فماش مطر بحذينا الحمد لله، معناها ديجا انا قمت على الصباح 8 متاع الصباح نشرت الصابون في السطح خاطر بين معناها شفت السماء ما فماش سحاب وفما الظاهر معناها اللي باش تطلع شميسه ديريكت طلعت الصابون. قلت خليه معناها صابون يضرب فيه الشمس، وعندي برشا مناشف الحقيقه مبلولين وغسلتهم المره الاخرى ما شحوش، قبلتهم الكل الشمس. والزربيه نتاع بيت النوم قلت لكم معناها تكب عليه الفيزيو طلعتها زيد كيف نشرتها على الشريطه وهبطت واش نمنتج معكم الفيديو هذا نحطه لكم يهبط باش ما يضيعليش الوقت. وبعد كده ندخل للدار وان شاء الله نحضر معكم بعد كده الفطور ودورتي في الكوجينه.
ما نعرفش الحقيقه نصور الميناج ولا، اما دورة الكوجينه لابد منها معناها الحقيقه، خاطر اليوم ان شاء الله ماني باش نعمل كيما قلت لكم الساندويتشات كدباره وحاجه معناها تشجعكم باش باش نتوما تصنفوا زاده لدياركم معناها تشجعوا بيا. هكا لهنا عندي قلت لكم شويه معون باش نحي منه ليدام، بعديك نغسل. شوفوا بلي كان جيت عندي ماكينه تاع معون، راني ديريكتومون نحي ليدام ونحط لا يقعد بايت هكاك المعون في اللافابو لا حتى شيء، راهو الحاجه تكمل بها تشللها وديريكتومون ترصفها في الماكينه، حتى بعد ما تغسل حتى ما تحبش ترجع بالوقت ما يبان حتى شيء، تقعد ديما الكوجينه منظمه ما فماش معون على الرخايم. هو شنو اللي تحس الكوجينه مسخه وماهيش ملمومه؟ هكا المعون هذاك هو اللي يحسس لك الكوجينه اللي هي خايضه. باهي البنات بالنسبه لتنظيفه رمضان والقضيه نتاع رمضان وتحضيرات والكل، راني ما عنديش حاجه كبيره باش ننظف الكوجينه معناها شويه شويه هكا. هو ما عنديش معناها الحقيقه تغييرات ولا كما تشوفوا معناها داري الحقيقه مازلت جديده مستحفظه عليها. انا معناها مانيش هكا اللي مانيش جوره كنسان معناها ما يستحفظوش على الحاجه، لا نستحفظ على حاجتي كما تشوفوا فيها معناها مراش روحي معناها هو الباهي تجديد وشارين حاجه جديده والكل بدلك من نفسيتك، اما انا كنشوف حاجاتي معناها ما تهونش باش نحيها ونحط في بلاصتها حاجه اخرى. مازلت الحقيقه ما عنديش تغييرات. يمكن كما قلت لكم نعملوا بالطبيعه تنظيفات وشويه قضيه وشويه تحضيرات هكايا، تحضيرات عاديه كما نعرفوه من الناس الكل، مثلا ملسوقه ما نعرفش انا نشوف حاجات هكايا يسهلولك شويه. وانا بيسك رمضان السنه في الدار اول رمضان هذا قاعدين في الدار عاملين رمضان وقتاش ديجا في البريود دو باساسيون انا في الخدمه وسني هاني في الدار الله اعلم برمضان عام الجاي شنو هو السيتوياسيون هكا. تو ان شاء الله نحضروا شويه بريك مع بعضنا وكاو. كما شوفوا لهنا عملت جره بالماء السخون وشويه قطره جافيل صغيره وعلى ريحه العظم، خاطر فطور الصباح كما تعرفوا فيه العظم والكل نحب انا المعون نتاعي ما تبداش فيه ريحه الكاسفورين، نحط هكا قطره الجافيل وشويه برودوي نتاع الله محمد رسول الله، شويه برودوي نتاع غسيل معون الجمل الاخضر يهبل عاقد على الاخر بالحق. ايترا تشدك شهر واكثر والله، ايترا ب 4500 ناخذ فيها انا بالحق تشد بالكدا. وانا المره هذيا البنات راجلي مشي خذا لي مواد تنظيف، قلت له جيب لي بيدون بو 5 ايترات، على خاطر بيدون بو 5 ايترات لترا تجيك بخمسة قديه 3000 ايترا تجيك معناها بالحق ارخص على الاخر. شوف انت ايتك تشريها كاشتي وحدها ب 4500 تشري 5 لترات الايترا تجيك ب 3000 معناها صافا صومها رخيص يسمى وتشد بالكدا. شوفوا ديجا هذيك البنت اول شهر بديتها، شوفوا قداش مازال فيها الدبوزه ريتوها كالخضراء على يدي اليسار، شوفوا قداش مازالت مليانه راهو كونسيستون على الاخر. شوفوا الجره اللي يعملها وينظف على الاخر المعون. وعادي نستعمله معناه في المعون تحب تغسل هكا شويه منادل يحصل لك، اما راهو انا ما نبدلهوش. كنت ناخذ في الاخضر اغلى وعادي معناه ما فماش فرق فماش فرق. انا حتى الريحه معناها كيف بريسك انا نحبها ريحه التفاح، فما عباد ما يحبوهاش انا لا تعجبني ريحه التفاح دونك وليت ديما ناخذ الاخضر ريحته بنينه كونسيستون يشد بالكدا رخيص، خاصة كي تاخو ب5 لترات تاخو بالحق تاخو بدون وتغمض عينيك تنسى والله العظيم. البنات يشد ب6-7 شهور والله يشد بالكدا عاقد، خاطر تحط انت قطرة تغسل لك الماعون وتنظفهولك مش نورمال وتشد عاقدة بالكدا. فوت انت باش تصب مناشنة ربع كاس ولا تصب قطيرات ويغسلك الماعون وينظفهولك بالكدا هكا. ولنا البنات البيله نتاع الشوفبان تاع التوفه مره حاسيلو يشعل ومره لا. بصراحه الدنيا بارده على الاخر، ما تنجمش تغسل بالماء البارد والله. حتى ما عندهاش الماء سخون ننصحها تحط بان ولا تلبس ديغون، اما باش تشلل ديريكتومون هكا بالماء البارد بصراحه يجيك تجمد هكا. هو رصفت لهنا الماعون هذه قال لي عملنا فيه الصبيح عظم. ومن غاديك فوق الغاز عندي الكسرونه اللي طيبت فيها المحمصه ديجا معناها قلت لكم البارح طيبت المحمصه واليوم سخناها في الفطور انا ومهدوش. جاتني حاره شويه حسيتو مسكين ياكل وليدي مسكين ياكل ويتشلب ما نجمهاش الحقيقه
بعديك حزيلو في العشاء، تعشينا بكري تقريبا 5 هكاكا. حسيتو جيعان بالكدا بالكدا، خاطر ما كليش بالكدا بالكدا محمصه. وفطور الصباح هو كل بالسيف، ياك عملت له حتى عملت له هو كسكروت بالزيت والشميه. كي مشينا نقضي وعطيته له في يديه، ما كلاهوش الكل. حسيتو جيعان بعديك مع ال5 لقيتو مسكين جيعان بالكدا بالكدا. الله غالب. انا في بالي باش نطيب له، راه في بالي باش نعمل له برودو. يا اخي كيف روحت لقيته ديجا الوقت ما عادش وقت، فهمتوا ديجا ما عادش وقت معناها باش نحضر له فطور وبعد شويه باش نعاودو نتعشى، وقلت ما يتعشى ليش، خلي تو ناكلو المحمصه وبعد في العشاء نعملو المقرونه. هو كلي مش ماكليش راه اما تشلهب. حسيتوش كلي شبع قص قبل ما يشبع بالكدا هكا. نحبكم برشا البنات، ما تنسونيش باللايك بالكومنتير، اللي مش مشتركه تشترك. الحمد لله توا 4523 وخيا معانا في القناه. فرحانه الحقيقه انا بالمردوديه نتاع القناه. باهي معني فما نتائج ماهمش خايبين. معني بويسك وحده قاعده في الدار وكل لازمتها حاجه كي تعبي لها وقتها. انا هاني لقيت القناه تعبي لي وقتي، وفي نفس الوقت معناها لاقيه محبتكم وهكا تشجيعكم بالحق. كي نشوف معناها محبتكم وتشجيعكم ليا نسيت نتشجع باش نهبط. معناها علاش نقول لكم انا ديما خليوا لي كومونتير لي جيم. الاشتراكات كي نشوف خاطر الاشتراكات ماشيه وتزيد، ونشوف لي جيم هكا عاليين، ونشوف لي كومونتير. قداش مره هكا تدخل لي وحده تقول لي انا اول مره نشوف قناتك معناها محليها باش نولي ديما نتبعك. فمش كنت تقول لي راك راحه نفسيه، فمش كنت تقول لي لا كلاس. والله البنات برشا برشا كلمه حلو بصراحه. ان شاء الله ربي يبارك لكم، ان شاء الله كل كلمه قلتوها لي ان شاء الله معناها في ميزان حسناتكم. اكثريه لي كومونتير الحقيقه ايجابيين. بريسك قديه بريسك 100%. والله البنات مش مبالغه، ساعه مره في القديه نلقى كومونتير سافا با. الكومونتير اللي ما يعجبنيش راني نفسخه البنات ما نخليهوش الحقيقه. كومونتير باش يقلقني ولا باش يستفزني راني ما نخليهوش نحيه. حتى معني انا راني ما يقلق، هو مش يقلقني انا معناها شخصيا، خاطر انا ما عم باليش معناها فما عباد مرضى ما نقلقش منهم. اما نقول معناها مش حلو، والله العظيم نقول مش حلو. واحده من المتتبعات تدخل وتقرا لي كومونتير، خاطر معناها فما برشا نشوف معناها متتبعات يجيو مثلا لخيات يعملوا دي جيم على دي كومونتير تاع عباد اخرين. ما نحبش انا مثلا شكون بالمتتبعات نتاعي يدخلوا يلقاو كلام معناها مش باهي، حتى معناها في حقهم الكل مثلا اي كلمه كي تقلق والكل ما نحبش نخليها كما قلت لكم حتى معناها على المتتبعات باش كي يدخلوا ما يلقاوش كلام هيك يقلق الكل. هكا هو لهنا كيما تشوفوا جبت الدجاجه باش نقسمها. بالنسبه للدجاج قلت له قص لي الفخاذ والزر خليه لي كامل. الزر نحب الحقيقه نفصله وحدي، خاطر هو يقصوا لك لحميت انا لا نحب نخرج منه سكالوب، نحب نخرج منه شويه لحميت. اذا كان فما هكا جاري نخلي منه شويه للجاري. جناح نحب نخليه هكاك باش نعملو مصلي هكاك، فهمتوني. الزر ديما نحب نقصه وحدي، نقول له قص لي الفخاذ ونظف لي الجلده، والزر خليه كامل هكاك معني يساعدني خير. انا على خاطر انا نحب ياسر مثلا سكالوب مع الروز، ولا نحب كما اليوم شفتوني عملت المقرونه زار عندي برشا لمحه ما عملتهاش. نحب معناها الحاجات هذيك، نحب نعمل ساندويتشات، نحب معناها الزدر معناها ما نحبوش طيب في طنجرة، نحبه معناها نطيب بيه حاجات الشايحة، الحاجات المصنفة نقول انا، مثلا لازانيا ما نعرفش ساندويتشات سكالوب وروز ما نعرفش حاجات هكيكه، فهمتوا. نحب ديما سكالوب ناكلو هكيكه، يبدا مقلي ولا مشوي ولا في وصفه خير من انه يكون في طنجره. على هذيك ديما الزدر نقولوا خليه لي كامل باش نخرج منه سكالوب وحده. وبالنسبه للفخاذ عادي معناها نطيب نجيو نتاع مرتين 3 كيكه معناها نشوفوا الدجاجه الكبر نتاعها. ساعات تبدا دجاجه كبيره الفخاذ تنجم تقسمه على 4، كي تبدا دجاجه صغيره ما تنجمش تقسمها ماكس 2 3، فهمتوا. ماكس تجيك لحمتين ولا 3 لحمات هكا هو. دونك نشوفوا الدجاجه كبيره ولا صغيره باش تقسم الطروف نتاع الفخاذ. لهنا ديما الزدر البنات تبدا جهه فيها كالعظمه من الفوق نحيها هذيك،
اول حاجه البارتي اللي فيها العظم هذيك نخلي فيها شويه دجاج، هاك كيما تشوفوا نخلي فيها شويه دجاج ونقسمها على اثنين. هذيكم لحمتين تنجموا نطيبوا بهم وحدهم يعني في طنجره، فهمتوني. تقعد الطرف هذيا الفوقانيه سكالوب، معني اللحم صافي، هذيك نخرج منها سكالوب، فهمتوني كيفاش نقصوا الزر. نجي البارتي فيها العظم نخلي فيها الدجاج، ما نخرجهاش كلها كركاس، لا نخلي فيها الدجاج هاكا، نحلوها هكا. والله بني ديزاستيوس راه مادام يعاونوا برشا مع الغالي نتاع المعيشه اللي احنا فيه. باهي هذه اللي فيها العظم نخلي فيها كيما قلت لكم الدجاج ونقصها على اثنين، تجي لحمتين. انت الكوب نتاع الدجاج ساعات تجيك زوز ساعات تجيك ثلاثه هاكا، نخلو فيها شويه لحم. وهذه تجيك في طنجره مثلا مقرونه ولا لوبيا ولا اللي هو تنجم تحطهم الطرف هذاك. وهذه سكالوب. شوفوا البنات كيفاش نعملوا، ناخذ سكينه كبيره ونقص هيك طرف تاع سكالوب خشينا شويه، اها ريتو. وتقعد الطرف هذيك اللوطانيه هذيك تمشي للجاري مثلا، تمشي تحب تعمل به بريك مثلا، تعمل به ساندويتشات مثلا، تقصهم دي كوب تعمل بهم سلطه روز، تعمل بهم ساندويتشات، تعمل بهم اللي تحب عليه، مملحات ريتو. طروف المغاديك ما يجيوش سكالوب هذيكم نخليهم كيما قلت لكم للمملحات، وطروف سكالوب هذيكم نخليهم سكالوب معنا كيما قلت لكم نعمل بهم روز ولا اللي هو كوردون بلو، كل مره كشني نعمل به. يقعد الجناح هذيك نعملو مصلي، انا نخلي بالمره هذه باش نخليه كامل هكاكا لم تاع دجاجتين ثلاثه ونطيبهم في الكوشه. خاطر انا الجناح ما نحبش نحطه في الطنجره الحقيقه، ما يعجبنيش، نولي هاو كان نعملوه مصلي يجي بنين على الاخر. مصلي تنجموا مثلا تحطوا معها بطاطا، تقليو معها قرنية فلفل، ترميو الفلفل من الفوق، طماطم، تعملوه مع ناكل مصلي معني بالخضره، والا تعملوه دجاج بوحدو روتي يجي بنين على الاخر، حاجه ماكوله. ومعناه تحس بالحق حاجه وكانها يعني تقول دوتي جناح ما تحسوا حاجه مصنفه والله العظيم. المره هذه مسيت نقصوا انا طروف المره هذه خليته كامل، قلت خليه كامل هكايا، وكل واحد ياخذ مثلا طرف هكاكا وكا لم تاع دجاجتين ثلاثه ونعملهم في الفور. باش نعملوا دجاج صافي معناه بلاش خضره نورمالمون. اذا كان باش نقصوا نزيد معاه مثلا البطاطا، نزيد معاه البطاطا نولي نقصوا معناه الجناح نقصوا شويه. كي نعملوا كامل نخليه، كي نعمل معناه جناح كامل روتي كامل نخليه كامل يبان خير معناه. بعديك حتى كي يبدا واحد ياكل هكا ولا هي بالطبيعه باش نجي نحط جافيل على البلانش وعلى السكيكه. اول حاجه ننظف بالجافيل، وبعد عاد نغسل. بعد ما ننظف بالجافيل نغسل. بالنسبه للبنات بعد في الليل مشي جاي راجلي بعثته قضالي من عند الطاحون، خذيلي كالبقول، خذيلي شويه قطانيه، شويه كاكاويه، العدس، اللوبيا، خذيلي دبوزه خل، خطروا فيلي الخل. انا اخر غسله تاع المره هذيا وانا نحبوا الخل. ريتو بديتك تعمل كعبه كيك ولا اي حاجه فيها العظم تحط قطيه صغيره خل ولا طاجين ولا اللي هو تنسى ريحتك الزفوريه بالحق. ولا استيوس هذيا يرحم والديها، واحده من المتتبعات اللي قالت لي عليها يرحم والديها بالحق في الاستيوس، هايله. كي تستعمل كعبه كيك ولا طاجين ولا اي حاجه فيها برشا عظم تحط قطيره خل، تنسى ريحه الزفوريه. وكيف نغسل الدجاج كيف نحط شويه خل ونحط شويه فارينه، نظف كيما قلت لكم ريحه الصفور، ينظف الدجاج بالكدا وما يخليش ريحه الصفوريه. بالنسبه للدجاج لنا باش نشلله مرتين ثلاثه، ومن بعد باش نحط له شويه خل وشويه فارينه، نخليه يتنفخ تقريبا ساعه ونص هكاكا، معناها نخليه يتنفخ بالكدا وبعد كده نشلله ونخبيه عاد في الساشيات. تخبيه كيما تحب معناها انت والعائله نتاعك، تخبي كل ساشي فيه 3 4 كل انت والفامي نتاعك معناها. بالطبيعه هذه حاجه معروفه، كل واحد يقسم حسب العائله نتاعو، حسب العائله نتاعو ايش تاكل. هاك شويه خل ونحطهم فيهم غرفه فارينه. سامحوني كي تسمعوا في الحس راني انا جيت نمنتج وبالطبيعه ما تتبعني. هاو خرجت انا هاني رجعت للبيت. بهريتو لهنايا البنات مغرفه فارينه وشويه خل، ونفرك هكا شويه دجاج ونخليه يتنفخ. تنسى ريحه الزفوريه، لا تقعد تغلي فيه وحده ولا تقعد
حتى شيء. انا قبل معناها كنت نغليه، كان معناها تتبعوا فيه من اول قنت وتتفكروا معناها كيفاش كنت نعمل. كنت نغليه شويه دجاج قبل ما نطيب بيه. لقيت لاستيوس هذه خير، معناها يبدا هكا نطيب ديجا الدجاج ديريكتومون طيب، تعملوا دي كونجيلاسيون وطيبوا ديريكتومون، تنفخوا في الخل والفارينه، تنسى ريحه الزفوريه. بالطبيعه لازم نحيو الشحومات، ولازم نحيو كما نقولوا احنا الشحم ولي محمد رسول الله ماشي نكتروا في الاحمر حاسيلو الكل ما نخليوهمش في الدجاج. وحاجه اسيوس اخرى نت ماذا بيكم الدجاج تعملوه تنظفوه قبل ما تبداو تغسلوا، خاطر تبداو تغسلوا يبدا شويه يتزلبط معكم. هي كيكه شايحه من عند الدجاج تعملوها تنظفوها بدون ما تجيبوها من عند الدجاج، وبعد قاعد تنفخوها في الماء وتغسلوها. انا ما نجمش ما نغسلش الدجاج، فما شكون يقول لك سالمونيا حاسين بنتك البكتيريا اللي تطلع على الدجاج. انا راني مستحيل نجم نطيب من غير ما ننظف الدجاج. بالعكس انا ريت ننظف هكاكا بالخل وننظف ننظف بالخل وننظف بالفارينه ونعمل وكل شيء باش نتهنى باش نجم نطيب بيه، سينو راني والله لا نجم نطيب بيه. لازم نغسلو. فما شكون يقولك ما تغسلش طيب ديريكت، انا الحقيقه نطيب ديريكت ما نجمهاش الحقيقه. بيتاويك باش نبدا نطيب المقرونه. حطيت غاديك البصل باش يتقلى شوي، بعد ما يطيب البصل نحط له الدجاج يطيب شويه، بعديك نفوح تشوفوا حسيلو لاستيوس كيفاش نطيب معناها باش تجينا مقرونه بنينه وراويه. لان مهدي يحكم عليا باش نقعد محملته باهي نقلي لهنا البصل شويه، حبش مهدي شغل، انا حبيت نعطيه البوه ما حبش كبش فيا يضحك تو يحب يلعب مع ابوه الكل، اما وقت اللي يجد الجد وقت اللي وقت الرسميات يجيني ليا انا. لان ما نعرفش حاسين نقولوا في كلمه شباك نقولوا الشه قلت نقول شباك قاعده ماني نسنس فيه على كلمه شباك، حابش يقول لي بيك ولا حاسينه ما يقولش الشاي، بقيت نقول الشاي باهي تشوفوا لهنا البنات حطيت تويك السكالوب نطيبوه شويه. راهو سكالوب الدجاج لازم يطيب شويه، مش كيما السكالوب دو دانت. السكالوب دو دانت 3 مينوت ويطيب. الدجاج لا، الدجاج يبطأ شويه في التطيب. الدجاج يبطأ شويه معناه لازم نقليوه نزيدوه شويه ماء باش يجي طري ومحلاه، سينو راهو يجيكم يابس ومش بنين. باهي هاكا غاديكا باش نقلي شويه سكالوب، هو يبدا يبيض باش نحط له شويه كركم. انا كونتيتي صغيره الحقيقه، عملت نص رطل معناها تقريبا مغرفه صغيره كركم، شويه شويه فلفل اكحل، شويه ملح، شويه معناها نقولوا احنا اشترى مغرفه كركم، ربع مغرفه ملح وربع مغرفه فلفل اكحل، ونحط شويه ماء باش الكركم ما يجيناش قوي وباش الدجاج يزيد يطيب شوي. دا تشوفوا الميت باتيكا تجي صوص نتختخها، لازم نحطوا البصل هذيك باش يتختخ لنا الصوص، معناها باش تجينا صوص عاقده هذيك باش نسقيو بها المقرونه. لازم معناها نحطوا البصل ولازم نصبوا الماء باش نعملوا صوص، معناها صوص زعره هي معناها مقرونه زعره. شنو تعملوا صوص زعره تزيدوها الجبونات والكريم فريش وتسقيو بها المقرونه، جد بنينه الحقيقه وحاجه سهله. من بعد يمكن في نص ساعه ماكس ولا اقل شويه، يمكن ربع ساعه ولا تكون ربع ساعه تطيب، خاطر المقرونه هذه البابيون جويده من بعد 3 مينوت 5 مينوت تطيب. الصوص كيف معناها جاي سكالوب جويد في لحظه يطيب، معناها شوف ديجا الصوص طابت لهنا، شاهدتو كيفاش متختخه محلاها
في لحظه ربع ساعه يطيب. هذه عشاء اكسبريس، ربع ساعه يحضر لك العشاء نتاعك، من اسهل ما الطيب. تبدا نهار تعبه ولا ما عينكش في التطيب ولا لطف عليكم واحده مثلا ما تنجمش طيب مريضه ولا حاجه، طيب مقرونه هذه فاسيل يحبوها الصغيرات وبنينه وفيسع ما تطيب. ده قانونه قلعتيني، ده قانونه. هاك شفتوا غادي قاعده نطيب في المقرون مع بعضه. معناها الحقيقه صوص الزعره بريسك طاب حطيتها افو دو. والراجل اللي هنا قال لي نمشي نصلي، قلت له راهي قريب تجيب. هو الحقيقه يفطر في الخدمه، معناها قال لي راني ما عنيش برشا، قال لي طيب في نص نهار افطر انت ومهدي وخلي لي شويه في العشاء، معناها ما طيبش عشاء معناها خاطر انا مروح والكل. قال لي طيب فطور خاطر انا يعرفني طيب مره برك في النهار، ما طيبش مرتي الحقيقه ما نقعدش نهار كامل وانا في كوجينه. قال لي طيب معناها الفطور افطر انت ومهدوش وخلي لي شويه في العشاء. وانا حكيت لكم على البروغرامي ونهاري كيفاش تعدى ديك، علاش معناها الحقيقه وليت في وليت معناها خليت كي مع الخمسة، احنا مش عشاء مش معناها مع السبعة ولا مع الخمسة سي معناها كلينا وسي. بعد عملنا سهرية صغيرونة ركشة في هالبرد هذايا. بالنسبة للصوص الزعر شفت حطيت لها شطر حكة كريم فريش وحطيت لها شوية جبن، عندي تقعدي شوية جبن موتزاريلا وشوية جبن شوية جبن حلو عادي باش تجينا بنينه. بالطبيعه لازم نحطو في الكريم فريش شطر حكه، حطيت خاطر كيما قلت لكم نص طلع عملت انا مش حاجه كبيره. شطر حكه كريم فريش وحطيت شويه جبن. تنجموا تحطوا اي نوع تحبوا عليه، تنجموا ميم تحطوا تريانجل عادي. سهله على الاخر. لنا باش نعمل شويه تاي للسهريه. بالنسبه للتاي البنات عازتي انا بور المومون لقيتو ناخذ مثلا انا زوج كيسان صغار اللي نشربوهم تشوفوهم ديجا من بعديك ديك معني زوج كيسان بالضبط. تاخذ شويه ماء، نحط مغرفه كبيره مغرفه اللي نتاع ماكله معبيه، فهمتوا مغرفه اللي نتاع الماكله معبيه حشيشه، نحط عليها مغرفه نفس اللي حطيتو تاي نحطو سكر، مغرفه تاي ومغرفه سكر ونخليه يغلي. لا نصفي لا نغلي الحشيشه وحدها لا حتى شيء، وبعديك نصفي الماء نتاعها ونعاود نطيبو لي ديريكتومون معناها الحشيشه والسكر ونطيب التاي نتاعي كيف يعقاد وكل شيء نقص عليه. نحط له نعناع في الاخر ولا في الكيسان يجيك بنين على الاخر. هكاك قبل كنت نغسلو كذا ما يجينيش بنين برشا، هكايا خير معناها الحقيقه. لهنا قاعدة نحكي والله نسيت فاش نحكي الحقيقة. مهدي راه لهنا محمد مهدي وقعد قدامي قال لي مقرونة وليت عطيته به. ها لهنا شوف بنتك الصوص تهبل شخشخاجات بنينة نودكم ولا نشهيكم بنينة على الاخر في ساعة تحضر اقتصادية كما شفتوا مفيهش برشا دي زانغريديون. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله قسمكم الناس الكل في الجنة. شوفوا البنات شوف وتتكل سخونه راهو البنات هذه ما تبردش. اذا كان هكايا ماكمش باش تاكلوها بالوقت سقيو كان اللي باش تاكلوه. اذا كان باش تعملوا كونتيتي كبيره مثلا ولا تخدم ولا تبدا تخدم باش تهز منها فطورك ما تسقيهش الكل. المقرونه البيضاء حط فيها طرف زبده ولا شويه زيت حطها في حكه وحدها والصوص حطه في حكه وحدها. بعد كي تمشي لخدمتك ولا تجي تتعشى وكل سخن كل وحده كل حاجه وحدها في الميكرووند ولا ما نعرفش كيفاش تسخنوا كل حاجه سخنوها وحدها وخلطوا بعد ما تسخنوا به. لهنا باش نحط شويه جبن من الفوق كيف خلط شويه موتزاريلا شويه جبن حلو. يسكت عايش ولدي هنكمل منتج الفيديو. قول لهم عسلامه قول لهم عسلامه بيقول لهم الو هذه البنات لوازم السهريه والركشه نتاعنا. عملت قطانيه قلت لكم راجلي بعثوا للطاحونه شرينا شويه قطانيه قصيت كعبه بردقان وعملت تاي كما شفتوني طيبته حطيته في الكيسين حطيت عليه شويه نعناع شايع وفالي الاخضر
حطيت شويه نعناع شايح وشويه لوز هذاك مقشر وحمرته حمرته في الفور هكا. مش في بالي المره الاولى البنات باش نحلو الريشو واش نقعد غاديك معناها قريبه للريشو. خير راجلي قال لي والله سخونه البيت قال لي مش لازم ريشو. اللي جيت ركشت هكا حطينا جريري مقابلين تلفزه وكاو شربنا كويس التاي كلينا شويه لقطانيه كبت البرتقال وهذيك هي سهريتنا وركشتنا. ان شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم. ما تنسونيش البنات باللايك والكومنتير. اللايك ثم اللايك واللي مش مشتركه تشترك. نقول لكم نحبكم برشا. باي باي بسلامه.